السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نقدم معكم لي كاب كيك كيف تيبان لكم كيجيو غزالين وخفاف. وما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وبالنسبه للمكونات البنات، هنايا غادي نقول المكونات وفي نفس الوقت نقول كنوري الطريقه باش ما يجينيش الفيديو طويل. كيف تيبان لكم، خديت 3 ديال البيضات الحجم متوسط، كنكون مخرجاهم من قبل من الثلاجه، يكونوا بدرجه حراره المطبخ. صافي غادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال سنيده، انا غادي نزيد كاس وربع، هذا كيهز لي كاس وربع هو 150 غرام. البنات اللي يعبروا بالكاس ديال العنبه غادي يجيهم هو هذاك، يعني كاس ديال العنبه كيهز 150 غرام. صافي غادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه باش كتعادل لي الذوق. صافي وغادي نبدا نطرب فيه. البنات اللي ما عندهمش الطراب الكهربائي ماشي ضروري، تقدري تطربي غير بالطراب يدوي. غير انا ملي كنكون مزروبه هكا هذا كينفعني دغيا، يعني كيطلع لي الخليط. كتبقاي بحال هكا كطربي فيه. الا عندك كيف قلت لك غير اليدوي خدمي به حتى يولي لك القوام بحال هكا ديالو، يعني كتحسي بالحجم كيتضاعف ديال البيض، وعاد اللون ديالو كيتغير. صافي هنا غادي نبدا نزيد الزيت البنات، درت نص كاس، ما يعادل 100 مليلتر. نص كاس ديال العنبه كيف قلت لكم 100 مليلتر. وهذا هو السر ديال هاد لي كاب كيك، جاو فنين. هو هاد عصير ديال الحليب ديال الدراري الصغار، صراحه كيجي غزال. انا في عوض ما ناخذ الحليب ونزيد فيه الكاكاو والحلو اللي كيتخلط مع الحليب، درت هذا صراحه جا غزال. وحتى لوغو عطاه زوين، عطا واحد المذاق واعر في لي كاب كيك، مغير على لي كاب كيك اللي موالفه كنصايب. صافي البنات هنايا كيف كتشوفوا اللوين ديالو. هنا غادي نحيد الطراب الكهربائي، غادي ندير غير الطراب اليدوي. كيف تيبان لكم، شوفوا اللوين راه قبل ما ديروا الكاكاو كيولي اللوين زوين. صافي البنات هنا كيف تيبان لكم غادي نزيد ساشي ديال الكاكاو المر. انا خديت هاد ايديال، صراحه اللون ديالو زوين كيعجبني، ماشي كحل، اللون ديالو قهوي. اللي عندها العبار تخدم به عادي، ما كاينش المشكل. يا اما كديري معلقه كبيره، يا اما كديري معلقه ونص، على حساب نتي وشنو يعني شنو بغيتي، اللون بغيتيه مفتوح بغيتيه مغلق، كل واحد كيبقى على حساب الاختيار ديالو. صافي من بعد البنات غادي ناخذ 2 خمارات غادي نزيدهم على داك الخليط اللي عندي. وعاد غادي نزيد الدقيق البنات كيف غادي يبان لكم. في الاول غادي ندير زلافه يعني 250 غرام، ولكن ما غاديش تقدني، غادي نزيد تقريبا واحد نص كاس ديال العنبه، يعني المجموع بحال 300 غرام، ولكن انت عينك ميزانك في الدقيق. يعني لي كاب كيك عندهم 3 ديال الاسرار. عندهم الدقيق خصو يكون ثقيل. تاني حاجة عنده ضروري خصو يرتاح أقل شي نص ساعة في الثلاجة، ما تجيش وتخدمي به مباشرة من بعد. وثالث حاجة هو الفران خصو يكون شاعل من الفوق ومن التحت ويكون مسخن. هادو ضروري أسرار باش ينجح لك الكيك. صافي هنا غادي نكمل كيف كيبان لكم، غادي نكمل ديك الزلافة، ولكن الرباق غادي نزيد نكمل ديك 250 غرام اللي عندي. غادي نبدا ندخلها هكا شويه بشويه كيف تيبان لكم، حتى داك الخليط كيتجانس ليا مع بعضياته. وعاد ديك الساعه ما غاديش يعجبني الخليط، غادي نلقاه باقي خفيف كيف غادي يبان لكم. يعني هذا القوام اللي لقيت انا ديال الكيك، اللي كاب كيك كيكون ثقيل كيف تيبان لكم. ها نتوما كتشوفوا يعني. هذه الا كنت دايره كيكه ديال الشوكولاته عادي غادي ندخلها هكا تيكون القوام. هنا كيف تيبان لكم رانا زدت واحد نص كاس ديال العنبه ديال الدقيق. صافي وغادي نبدا ندخل في هاد الدقيق اللي زدت شويه بشويه باش ما يهبطش ليا البيض اللي طلعت في الاول. الا بديتو كتدخلوه يعني هكا بالزربه راه البيض كيهبط، يعني الخليط كامل غادي يخسر. كيف تيبان لكم هذا هو القوام اللي حصلت عليه. ضروري خص يكون القوام ديالو ثقيل كيف تيبان لكم في الصوره باش يجيكم ناجح. من بعد البنات غادي ندير ليه السلوفان، غادي نغطيه به، وغادي ندخلو الثلاجه اقل شي نص ساعه. انا خليته هنا شي ساعه ونص. ضروري انا هكا كنخدم، يعني الا كنت غاديه نديرو في العشيه كنصايبو في الصباح ونخليه يرتاح على خاطره. من بعد البنات فاش ارتاح لي الخليط، خديت هاد لي كاب كيك، هاد المول ديال لي كاب كيك، وخديت هاد الكويغطات، وخديت داك الخليط ديالي اللي ارتاح، درتو في بلاستيكه بحال هكا كيف تيبان لكم. وغادي نقطع داك البلاستيكه ها نتوما كيف تيبان لكم بالمقص من الفوق. وغادي نعمر بهذه الطريقه اللي عتبان. يعني كتجيني سهله عمليه هاد القضيه، احسن من دوك المعلقات كيعذبوا كيشدوا الوقت.
وعاد زيد كيبداو يتزلعوا من الجناب، يعني فاش كتبغي تهزيها معلقه ودوزها البلاصه الاخرى ديال الكاب كيك كدير كتبدا تزلع من الجناب. يعني هاد الطريقه عمليه وزوينه في الخدمه، انا دائما كنخدم بها. صافي البنات غادي نبقى بحال هكا كيف تيبان لكم حتى غادي نكمل هاد لي كاب كيك بالكويغطات اللي عندي كاملين. وديك الساعه ان شاء الله غادي ناخذ دوك حبيبات ديال الشكلاط ايغبيل. انا الصراحه دائما كنخدم به حيت ما كيدوبش في الفران وكيعجبني، وتا الثمن ديالو راه مناسب. هاد الباكيه ديالو دايره شي 13 درهم باش كناخذها وكدوز لي. يعني كنخدم به بان سويس لي كاب كيك بزاف ديال الحوايج كنخدمهم به. صافي كيف تيبان لكم البنات غادي نبدا ندير هاد الحبيبات. وهنايا كيكون الفران عندي كيسخن ضروري 200 درجه البنات، كيسخن من الفوق ومن التحت. وغتقولوا لي 200 بزاف، راه ماشي بزاف، لا بغيتوهم يطلعوا زوينين 200 كنخليه يسخن مزيان من الفوق ومن التحت. صافي وكنكمل لي كاب كيك كندخلهم ليه. هنا كيف تيبان لكم صافي راني وجدتهم، غادي ندخلهم الفران ونشوفوا ان شاء الله النتيجه النهائيه. هنا البنات رانا خرجتهم، هانتوما كيف كيجيو منفوخين تبارك الله غزالين طالعين. هذه هنا راه كانت سخونه هزيتها مقدرتش نهزها وعاودت طاحت لي بقوه ما سخونه. وصافي هذه البنات هي النتيجه النهائيه. كيجيو فنين واقتصاديا وكيعجبوا الوليدات حيت فيهم الشوكولات. غتقدروا تعمروهم هكا بالشوكولات من الداخل، ديروا هكا شي مورسو ديال الشوكولات حتى هو كيجي حسن. وكيجيو هشاش كيف ما تنقولوا، يعني من الداخل كيجيو خفاف. انا غادي نحل معكم وحده وغادي تشوفوا كيف تجي. شوف كتجي اسفنجيه، حتى الوليدات كيموتوا عليهم. وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم وما تنساونيش من لايك وكومنتير. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. وخليتكم على خير، مع السلامه.